حكاية فيلمنا بتبدأ مع طفل اسمه علي عنده 9 سنين من أسرة فقيرة جدا. راح يصلح جزمة أخته الصغيرة، وبعدها بيروح على السوق يشتري العيش والخضار من السوق، وبيسيب العيش وجزمة أخته في كيس برا المحل. وبيجي عامل النظافة بياخد الكيس مع الزبالة بالخطأ، وبيمشي وبيخرج علي مش بيلاقي جزمة أخته بعد ما اتأخر جوه المحل عشان كان بيقنع صاحب المحل انه يديله الخضار على الحساب عشان مش معاهم فلوس يدفعوها. ولما خرج ملقاش الجزمة، حاول يدور عليها ووقع الخضار، وصاحب المحل كان هيضربه. بيجري علي على طول يروح بيته، بيلاقي صاحب البيت بيتخانق مع امه عشان ما دفعوش الايجار بقالهم 5 شهور. وبيقول لاخته زهراء ان جزمتها ضاعت، فبتعيط على جزمتها عشان ما عندهاش غيرها ومش هتعرف تروح المدرسة من غيرها. وهنا بيوعدها علي ان هو هيخرج يدور عليها تاني ومش هيرجع البيت من غيرها. وفعلا بيجري بره البيت، وهو بيجري بينادي عليه صحابه عشان يلعب معاهم كرة لكن مش بيرد عليهم. وبيرجع لنفس المحل يدور على جزمة اخته، طبعا مش بيلاقيها، وصاحب المحل كان هيضربه للمرة التانية. وهو راجع للبيت بيقابل واحد صاحب والده، بيديله شكارة سكر عشان يوصلها له، طبعا عشان يكسرها لاحتفالات الاسبوع. وبعدها بنلاقي ان والد علي بيتخانق مع امه عشان بتشتغل وهي تعبانة، وده هيزود تعبها، وكمان عشان اتخانقت مع صاحب البيت، وبيلوم علي ان هو مش بيساعد والدته في البيت. وبتطلب والدتهم من زهراء انها تعمل شاي لباباها، وبتعملها له وبتوصل له الشاي. فبيطلب منها انها تجيب السكر، قالت له السكر قدامك كتير ممكن تستخدمه. قال لها استحالة طبعا لان دي امانة للمسجد. وبترجع زهراء عشان تذاكر جنب علي اخوها، وبتكتب له في كراستها ازاي هتروح المدرسة من غير جزمة. بدون صوت بيرد عليها علي وبيكتب لها انها تقدر تروح وتستخدم شبشب البيت. طبعا بتتضايق زهراء منه وهددته انها هتبلغ والدها باللي حصل. ويرد عليها علي ويكتب لها ان باباهم لو عرف هيضربهم هما الاتنين، ومش معاه فلوس انه يشتري لها جزمة جديدة. وبيعرض عليها انها تاخد جزمته تروح بيها المدرسة، ولما ترجع هيبقى ياخد هو الجزمة ويروح بيها. وعلي ادالها قلم رصاص بدل القلم بتاعها اللي خلص. وبيطلع النهار وبيبتدوا ينفذوا خطتهم، وزهراء بتضطر انها تاخد جزمة اخوها عشان تروح بيها المدرسة، لكن كانت كبيرة عليها وكانت مكسوفة جدا وهي ماشية بيها في الشارع. الجزمة كانت متسخة جدا، وبتوصل بيها المدرسة في النهاية. وفي حصة الألعاب بتكون زهراء مكسوفة جدا إنها تلعب بالجزمة، لأن كل أصدقائها اللي موجودين معاها لابسين جزم أحسن بكتير منها. لكنها اتشجعت لما واحدة من أصدقائها وقعت بسبب إن الجزمة اللي كانت لابساها مش رياضية، وده اللي قالته المدرسة الخاصة بيهم. وهنا زهراء اتشجعت وابتدت انها تتعامل عادي جدا بجزمة اخوها. وبعد الدراسة بتجري زهراء باقصى سرعتها عشان ترجع لاخوها اللي كان مستنيها عشان يبدل معاها الجزمة بشبشب البيت عشان ياخد جزمته ويحاول ان هو كمان يروح مدرسته. وطبعا بسبب انها اتأخرت عليه بيجري علي بأقصى سرعة عشان يلحق يروح المدرسة من غير ما يتأخر، لكن فعلا كان وصل متأخر ودخل الفصل من غير ما حد يلاحظ. لكن كان في مدرس شافه ومرضيش انه ينادي عليه. وبعد ما علي خلص اليوم الدراسي بتاعه بيرجع للبيت وبيقول لاخته زهراء انها لازم تجيله بدري عن كده، وقالت له انها فعلا بتجري بعد ما بتخلص المدرسة بتاعتها، وقالت له ان الجزمة بتاعته متسخة جدا. وهنا بيقرر علي ان هو هيحاول يغسلها لها عشان بس يفرح اخته، والاتنين بيقعدوا يغسلوا الجزمة مع بعض وبيلعبوا بالصابون. وبعدها بيسيبوا الجزمة عشان تنشف وبيدخلوا جوه البيت. وبيجي صاحب علي عشان يطلب منه ان هو يلعب معاهم، لكن علي هيتحجج ان والدته مريضة وما يقدرش يسيبها، وبيبص على الجزمة بتاعته انه مش هيقدر يلعب بيها بعد ما نضفها. وفي النهاية وفي الليل بيتعشوا سوا كلهم، وكلهم بيحكوا لوالدهم ازاي قدروا يساعدوا والدتهم في البيت. وبيجي اعلان عن الجزم في التلفزيون، وعلي وزهراء بيصعب عليهم جدا الاعلان ده، وبيضطروا في النهاية ان هم يناموا. وفي عز الليل بتحصل امطار شديدة جدا، وبتصحي زهراء اخوها علي عشان يلحق الجزمة بدل ما تتبل. وفعلا بيخرج علي في عز المطر عشان يلحق الجزمة وبينقلها من مكانها.
وبتيجي تاني يوم بنلاقي ان زهراء بتخرج عشان تستخدم جزمة اخوها وتروح بيها المدرسة لتاني يوم، ولكن الجزمة شكلها اجدد من الاول بعد ما نضفوها. وبتروح بيها المدرسة وبتعدي على محل جزم وهي رايحة ونفسها في جزمة جديدة، وكان عندها امتحان في اليوم ده، وهي كل همها تسأل على الوقت عشان ما تتأخرش عن علي. وبعد ما خلصت استأذنت المدرسة بتاعتها عشان تمشي، وطبعا هتجري عشان تلحق علي. وهي بتجري عشان الجزمة كانت واسعة عليها بتقع الجزمة في المية، وبتحاول زهراء انها تجيبها، لكن الجزمة بتمشي مع المية لحد ما بتقف تحت كوبري. وفي واحد كان واقف شافها بتعيط عشان جزمتها، وهيحاول يساعدها ويخرج الجزمة، وفعلا بينجح انه يخرجها لكن من الناحية التانية، وبيطلب من العامل ان هو يلحقها. وفعلا بعد ما بيلحقها بتاخدها زهراء وبتجري على علي، واول ما بتوصل بيزعق لها عشان اتأخرت وعشان الجزمة مبلولة، وبيضطر ان هو يخلع الشراب عشان يعرف يلبسها، وبيجري يروح المدرسة لكن المدرس شافه تاني. وقتها سأله هو ليه جه متأخر، وحاول علي يعتذر له ان هو ساكن بعيد، لكن المدرس سأله طيب ليه الجزمة مبلولة ولبسك لأ، وكمان الشراب انت خلعه. افتكر ان هو بيكذب عليه، سمح له ان هو يدخل على اساس انها هتكون اخر مرة. وبيدخل الفصل ونفس صاحبه بيحاول يقنعه يلعب معاهم، وبعدها المدرس بيعلن نتائج الامتحان، وعلي طلع من التلاتة الأوائل، وبيرجع على بيته جري فرحان، وبينادي على أخته زهراء اللي كانت طبعا زعلانة منه، وبيديها القلم اللي كسبه من المدرس بتاعه بسبب ان هو طلع من الأوائل. وطبعا زهراء فرحت جدا بالقلم. وفي اليوم التاني زهراء بتروح المدرسة، في الطابور الصباحي شافت جزمتها مع واحدة زميلتها، استنتها برا المدرسة عشان تعرف مكانها بعد ما مشيت وراها. بس ده طبعا خلى علي يتأخر برضه عن المدرسة، وشافه نفس المدرس رفض يدخله وطلب منه ان هو يجيب باباه، وعلي قاله انه ما يقدرش يقعد من الشغل. ولما طلب ان مامته هي اللي تيجي قاله انها مريضة، لكن المدرس صمم ان هو ما يدخلوش. وعلي هنا شاف المدرس بتاعه، والمدرس ده اقنع المدرس التاني انه يدخله، خصوصا ان علي كان من اشطر الطلبة عنده. وبعدها بيرجع علي عشان يروح هو وزهراء على بيت البنت اللي شافوا معاها الجزمة، وفجأة الباب بتاعها بيتفتح وبيخرج منه راجل أعمى بيدور عليها وبيلعب مع البنت، ولو والدتها بتخرج له صندوق بيبيع فيه عيش مع بنته راوية. وطبعا علي وزهراء بصوا لبعض ولقوا انه حالها اصعب منهم، وبيرجعوا الاتنين على البيت، وبتكون الاحتفالات بدأت، وبابا كان بيعمل الشاي للمصليين، وفي واحد منهم ساب له مقص هدية وبخاخ مياه للأشجار. وهنا والد علي جات له فكرة عشان يحسن دخلهم، انه هيروح في الأجازة يوم الجمعة يشتغل بستاني، وهياخد طبعا علي معاه، وبيروح على حي للأغنياء بعد ما لفوا كتير جدا على البيوت ومحدش كان راضي يشغلهم أبدا. أخيرا في واحد من البيوت بينادي عليهم وبيطلب منهم ان هم يدخلوا، وفعلا بيطلب من والد علي انه يسقي كل الاشجار اللي موجودة وكمان ينظفها. وعلي هنا بيلعب مع حفيده، وبعد ما بيخلص والد علي شغله بيديله مبلغ كويس جدا، وطبعا بيفرح جدا والد علي بيه، وبيمشوا الاتنين وهم على الاتنين على العجلة. طبعا والد علي كان بيفكر ازاي هيقدر يستغل الفلوس دي، وانه هيجيب دراجة بخارية وممكن بعد كده يغير البيت، وقال له ان هو هيجيب حذاء جديد لزهراء وكمان لعلي. لكن هنا الفرامل بتاعة العجلة ما كانتش شغالة، وهنا هيلاقي والد علي انه في خطر هو وابنه، وهيضطر انه يضحي بالعجلة ويدخل في شجرة عشان العجلة تقف. وطبعا بيرجع بعدها على عربية والعجلة بتكون اتدمرت، وبيرجعوا الاتنين للبيت. وفي تاني يوم من استعجال زهراء عشان تلحق علي وقع منها القلم بتاعها، وبتلاقيه نفس البنت وبتحاول انها تنادي عليها، لكن طبعا زهراء ما بتسمعهاش، وبيجري علي يروح مدرسته، واللي بيتفاجئ ان في اعلان عن ماراثون رياضي للجري، لكن طبعا علي مش بيهتم بيه عشان هو عايز يحافظ على الجزمة بتاعته على قد ما يقدر عشان اخته. وتاني يوم زهراء في المدرسة بتلاقي نفس البنت بتقول لها انها لقت القلم بتاعها، وهنا زهراء هتعجب جدا بالبنت وكمان هتصاحبها. والد البنت دي وهو راجع هيشتري لها جزمة جديدة،
في نفس الوقت اللي كان فيه والد علي بيسأل على أسعار الجزم عشان خاطر ولاده. وهنا والد راوية بيرجع البيت وبيديها الجزمة الجديدة، ومامتها طبعا بتبيع القديمة لبياع الروبابيكيا وبتبدلها بسلة بلاستيك. وتاني يوم بتروح راوية بالجزمة الجديدة المدرسة وبتشوفها زهراء، وطبعا بتسألها عن الجزمة القديمة، وهتتخض جدا لما تعرف ان والدتها ادتها لبياع الروبابيكيا، وهتجري على اخوها علي كالعادة اللي بياخد الجزمة وبيروح المدرسة. وهو في الفصل بتاعه كان شايف الماراثون شغال في مسابقات أولية عن طريق الوقت، مين هيقدر ينجح فيها عشان يدخل الماراثون، لأن المدرسة بيدخل منها 5 أو 6 طلاب. وبعد ما بتنتهي الحصص بتاعت علي بينزل يقرأ لوحة المسابقة، وشاف الطلبة اللي داخلين وعرف ان المسابقة هيكون فيها جوائز، ومهتمش علي بجايزة المركز الاول او التاني اللي كانت جوائز كبيرة، واهتم بس بمركز التالت لان كانت جايزته ان هو هيفوز بحذاء رياضي. وعلي هيروح لمدرس الالعاب وهيحاول يقنعه ان هو يشترك في المسابقة، وطبعا المدرس هيرفض ده وهيقول له ان شاء الله في المسابقة اللي جاية. لكن علي هيصمم، والمدرس هيصمم ان هو ما يشتركش، لكن علي هيبتدي انه يعيط ويقول له ان هو لازم يشترك ولازم يفوز في المسابقة، وان هو بيعرف يجري جدا، وهيقنع المدرس ان هو يختبره. وفعلا المدرس بيخرج مع علي لأرض المدرسة في الملعب عشان يختبره، وبيعجب جدا بسرعة علي في الجري، وبيقرر ان هو يدخله المسابقة ويضم اسمه مع زمايله. وبيرجع علي فرحان جدا وبيفرح اخته زهراء بسبب الماراثون، وبيقول لها ان هو هيفوز بالمركز الثالث عشان يفوز بالحذاء الرياضي، واللي قالت له ان هو هيكون له ولد قال لها ما تقلقش، وان هو هيبدله بحذاء لبنت وهياخد الجزمة ويجيبها لها هدية. وفعلا علي بيبتدي انه يروح الماراثون، وبيلاقي ان كل الامهات واقفة بتشجع اولادها، وعلي كان واقف وحيد. وبيجي المدرس بيديله التيشيرت الرياضي اللي هيجري بيه في الماراثون مع الطلبة بتاعت مدرسته، وعلي بيلبس التيشيرت وبيربط الجزمة بتاعته، وكل الطلبة بتقف في مكان واحد عشان يبتدوا المسابقة. والمسابقة كانت ان هم يجروا 4 كيلو متر، وطلب منهم المشرف ان هم يلتزموا بالروح الرياضية، وبيبتدي العد وبتبتدي المسابقة، وكل الطلبة وكل الاولاد بيجروا في المسابقة عشان حد فيهم يوصل الاول او لحد السادس عشان يكسب جايزة. وكلهم بيجروا مرة واحدة، وطبعا كانت الاعداد كبيرة جدا، لكن كانت المسافة في نفس الوقت اكبر من الاعداد، وطبعا مش الكل هيقدر ان هو يواصل الجري. وعلي عشان معروف ان هو بيجري كتير جدا كان بيحاول ان هو ما يتخلاش عن حلمه، وبيحاول ان هو يجري في الماراثون. وبعد مسافة كبيرة جدا بيقدر علي ان هو يوصل لبدايات الطلبة اللي كانت موجودة. وهو بيجري كان بيفتكر كلام اخته وجريها في نفس الوقت عشان ترجع له بالجزمة بتاعته، وده كان بيزيد من اصراره ان هو لازم يكسب عشان يديها الجزمة هدية. وفعلا علي كان اصراره بيزيد، وكان بيصمم ان هو يكمل في المسابقة لنهايتها، وفعلا بيوصل للنهايات. ولكن علي كان بيحاول يحافظ على المركز الثالث، ولما لقى نفسه بيسابق زمايله حاول يأخر نفسه عشان يكون مركز ثالث، لكن في واحد من زمايله قدر ان هو يوقعه. لكن علي ما كانش بيفكر في حاجة غير في حلمه، واضطر ان هو يقوم باقصى سرعة عشان يلحق الماراثون من جديد. وفعلا علي بيقوم باقصى سرعة وبيزود من سرعته على قد ما يقدر عشان يلحق ان هو يكون مركز ثالث، وفعلا بيقدر ان هو يرجع تاني انه يكون في اوائل المتسابقين، والمسابقة بتكون خلاص ابتدت توصل للنهاية. وكان في بالظبط 5 طلبة بيحاولوا ان هو يجري. علي كان بيحاول يحافظ على انه يكون مركز ثالث عشان ياخد الجزمة الرياضية، لكن هنا كانت الطلبة اللي موجودة حواليه بتجري معاه على نفس الخط، وده اللي خلى علي على قد ما يقدر يزيد من سرعته عشان يحاول يكون من الاوائل. لكن للأسف سرعته زادت عن الحد بعد ما كان المدرسين بتوع مدرسته بيشجعوه، وعلي قدر ان هو يكون مركز اول. وهنا المدرسين هيروحوا له وهيباركوا له على انه مركز اول، لكن علي كان بيسألهم
انا فزت بالمركز التالت ولا لا. واستغربوا طبعا من سؤاله بعد ما طلع اول. وهيلاقي علي ان كل الامهات اللي موجودة بتحاول تطمن على اطفالها اللي موجودة وبتحاول تعالج رجليهم، وعلي هنا ما كانش همه اي وجع او الم، وكان بيفكر في الجايزة اللي ضاعت وهي الحذاء الرياضي. وراح عشان يتسلم جايزته المركز الاول ويتسلم الكاس، وعلي كان بيبكي طبعا عشان هو كده ضيع الحذاء منه. وبعد ما اتصور مع المسؤولين ومع المدرسين بتوعه بيرجع علي لبيته، وبيرجع زعلان جدا عشان ما قدرش يفوز بالحذاء الرياضي اللي كان هيجيبه لاخته. لكن بنلاقي في نفس الوقت باباه وهو راجع من الشغل بيكون معاه في الصندوق بتاعه جزمة جديدة لعلي وجزمة جديدة لزهراء. ودي تبقى نهاية حكايتنا.